السلام عليكم. حكايتنا اليوم من حكايات جدواتنا، الله يخليهم لينا والله يرحم اللي مات منهم. حكاية بعنوان الفاهمة. واحد السلطان بغى يعرف اش تيقول الماء ملي تيغلي، هو يقول للوزير ديالو سير قلب ليا على اللي يلقى الحل. مشى الوزير من دار لدار في كل دوار، تيقلب ويدق ويسول كل واحد. دق على واحد الدار، حلت ليه واحد البنت آية في الجمال. قال لها فين باك؟ قالت ليه مشى يكب الماء على الماء. سولها فين خوك؟ قالت ليه مشى لسوق الخسارة. قال لها وفين امك؟ قالت ليه مشات تجبد الروح من الروح. الوزير ما فهم والو وبقى يتسنى بواحد حتى جا وعاود ليها اش قالت ليه بنته، وسولها وهي تقول ليه باللي قصدات. باها مشى يسقي الدلاح، وخوها مشى يلعب القمر، امها قابله مشات تولد شي مرا. هما يسولوا البنت على اش تيقول الماء ملي يكون يغلي. هي تقول لهم راه تيقول العود اللي سقيت منو التكويت. الوزير عجبو الجواب، مشى عند السلطان بعد ما حتى واحد ما عرف الحل. قال ليه السر اللي قالت ليه البنت. السلطان عجبو الجواب وعجباتو البنت وتزوجها، وشرط عليها، عفوا شرطت عليه هي تجلس معاه ملي يكون يحكم على الناس. امور كانت مزيانه. واحد النهار واحد الجوج كانوا مرافقين، واحد عنده حمارة ضارة حاشاكم يعني كترضع، وواحد عنده ناقة ضارة. في الليل ناضموا الحمارة روم البكر، يعني ولد الناقة اللي عند الحمارة، والدحش دا عند الناقة. في الصباح الناقة تبع دحش والحمارة تبع البكر، يعني ولد الناقة. مول الحمارة قال ليه اللي تابعوا شي حاجة ديالتو. تخاصموا وهما يمشيو عند السلطان. حكم مول الحمارة باش ياخد البكر، وهي تسمع الحكم وشافت مول الناقة خارج يبكي، وهي تقول ليه بعد ما طلت عليه من السطح غادي ترجع عند السلطان وغادي تقول ليه راه كنت غارس الشعير في جنب البحر، ناض الحوت كلاه ليا. داكشي اللي دار، دخل عند السلطان وقالها له. هو يقول ليه السلطان على الحوت تياكل الشعير؟ هو يقول ليه ولا سيدي الحمارة كتولد بعير. قال ليه السلطان والو تقول لي شكون قال لك هاد الحكمة هادي وهاد السر هذا؟ قال ليه بلي نعمس مرتك طلات عليا من السطح وقالتها ليا، وقالت لي رجع عندك ونقولها لك. السلطان ما عجبوش الحال، مشى عندها غضبان. قال لها خدي اللي بغيتي وسيري لدار باك يا بنت الناس. قالت لي واخا، نشربوا بعدا واحد كاس تاي ما يكون خاطرك نعمست. صبر وقبل، وهي دايره ليه البنج في الكاس، خدراتو وفي الصندوق دارتو ولدار باها داتو، حطاتو حدا الغنم. ملي فاق قال لها اش هاد الحالة درتي فيا يا بنت الناس؟ جاوباتو قالت ليه قلتي لي نهز اللي بغيت، شت تا عييت انت اللي بغيت. قال لها وعلاش درتيني حدا الغنم؟ قالت لي هادي بلاصتك. مشات حجيتنا مع الواد وبقيت انا مع ولاد الجواد. كان معكم كريم من قناة قصة من أجلك. تابعونا وادعمونا لكي تستمر الرحلة معكم. شكرا على حسن الاستماع.